السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ يا رب تبقوا زي القشطة. ان شاء الله في فيديو النهاردة هنكمل حل باقي الفصول على منصة كوريو، وهنبدأ في الفيديو ده من الشابتر السابع من الريفيو. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا نبدأ. تمام، خدنا في الفيديوهات اللي فاتت if condition والelse، اللي هو if الكونديشن دي صح اعمل لي ايه، else لو الكونديشن دي مش صح عامة، لو بأي رقم تاني اعمل لي بيه. هنا بقى عندنا حاجة اسمها else if، هي حاجة وسطية بين ال if وبين ال else، وهنفهمها أكتر في التطبيقات في الفصل ده. بسم الله. طالب مننا برنامج اللي بيقول if الكونديشن كذا اعمل لي ايه، مش كده اعمل لي بيه. تمام، اللي هو عندنا الاختيار ده. بنقول if الكونديشنال اعمل لي ايه، الا لو الكونديشنال وانا برضو بحددها بنفسي اعمل لي بيه. حلو جدا. تمام، يقول لي بقى هنا في السطر الثالث اعمل لي البرنامج اللي بيقول لي الاتي if not and if the variable num is 2 output 2. تمام، يعني هنا كتب لي الكود ده ايه، if number او ال variable num equal 1 console.log 1. تمام، لو جينا نعمل run كود مش هيعمل 1 لان اصلا النم مش ب2، هو هنا محددها ب1. تمام، نقول له بقى else if نفتح البراكتس num equal 2 كيرلي براكتس، ونقول هنا console.log ونفتح البراكتس والكوتس ونكتب هنا 2. جميل، طبع علينا 2 لان فعلا الشرط ده اتحقق، النم الفاريبل نم فعلا بتساوي 2. حلو جدا. بيقول لنا في السطر الثالث اعمل البرنامج الآتي if not and if the value of the variable score is greater than or equal to 80 output pass. حلو جدا، يعني عملنا الاف كونديشن الاولى اللي هي السكور بتساوي 100 اتبع لي بيرفكت سكور، الكونديشن دي غلط، السكور مش بتساوي 100. نقول له هنا بقى else if الا لو السكور دي بتساوي فعلا، لا مش هنقول بتساوي بقى، هو قال لنا هنا ايه، اكبر من او تساوي لل80، اللي هي بتتكتب بالطريقه دي. نعمل كيرلي براكتس ونقول له console.log pass، وهو فعلا هنا هيطبع لنا الباس لان السكور هنا عندنا بكام، ب82، وال82 دي بتحقق انهي شرط، السكور بتساوي 100 ولا اكبر من او تساوي 80، بتحقق الشرط ده اللي هو هيطبع لنا هنا باس. جميل جدا، وندوس انسر. بيقول لنا select the output result of the following program let score equal 62. حلو كده، عرفنا السكور ب 62، وقلنا ان لو السكور دي ب100 اطبع لي بيرفكت سكور. طبعا الكونديشن دي مش صح لان السكور مش ب100. تمام، else if الا لو السكور بتساوي اكبر من او تساوي لل80 اطبع لي so close. طبعا لا، هي مش اكبر من ولا حتى بتساوي 80، هي عندنا ب 62 اللي هي الشرط الاخير ده اللي هو اكبر من او تساوي لل60، هي فعلا اكبر من ال60، وهيطبع لنا هنا الشرط ده اللي هو console.log pass، هيطبع لنا هنا pass. جميل، نشوف السؤال الخامس عايز ايه. بيقول لنا declare the variable egg and assign 5 to it، يعني ببساطة كده نعمل declaration لفاريبل باستخدام الكيورد let. جميل، ونديها اسم اللي هي egg ونعمل له assign equal 5. جميل جدا. بيقول لنا لو الفاريبل egg ده بزيرو اطبع لي no stock. تمام، سهلة. if not يعني هو لو مش بزيرو بس is less than or equal to 3 اطبع لي يا عمي low stock. جميل، if not يعني ولا ده ولا ده ولا الكونديشن دي مشيت ولا الكونديشن دي مشيت، اعمل لي يا عم ان ستوك وخلاص. جميل جدا. نعملها له ازاي دي بقى؟ نقول له هنا if ونفتح البراكتس ونحط اول كونديشن اللي هي egg
equal 0 يطبع لي console.log no stock. جميل. لو هو مش بزيرو بس ب5 يعني الا لو الاج equal. احنا هنا المفروض عشان بنعمل comparison وبنعمل condition احنا هنا بنقارن مش بنعمل assignment، فنحط double equal. نحط الايكوال مرتين مش مرة واحدة بس. الايكوال مرة واحدة بس يعني بنعمل assignment بنقول ان دي بتساوي دي. اما لما نحط 2 ايكوال بنقارن ان هل دي بتساوي دي. تمام جميل جدا. هو كده البرنامج بيقول ايه؟ لو الاج بتساوي 0 اطبع لي نو ستوك، الا لو الاج اصغر من او تساوي 3 اطبع لي يا عم console.log هنا لو ستوك. جميل جدا. اف نوت يعني ولا الكونديشن دي مشيت ولا دي مشيت ولا هو بيساوي 0 ولا هو اصغر من او حتى يساوي 3. نقول له هنا على طول else. نفتح البراكتس، لا مش هنفتح براكتس، هنحط الكيرلي براكتس على طول. لو هنفتح براكتس هنقول كونديشن جواها، بس هنا مش هنقول كونديشن، احنا كده سيبناها مفتوحة بقى لأي حاجة تانية غير الكونديشن دي والكونديشن دي. جميل. نقول له console.log in stock. جميل جدا. ونروح للريزلتس، نخش في الشابتر الثامن ونخش على الميد تيرم تيست. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لنا اعمل برنامج كالآتي: اعمل لي variable سميه num واعمل لي assignment ب7، ولو الفاريبل ده اللي اسمه num بيساوي 7 يطبع لي correct. تمام. ده التفاهة دي. نقول له let num equal 7 وهنا if num equal 7. نفتح الكيرلي براكتس عشان نحط البروسيس اللي هي console.log correct عشان يطبع لي هنا في الكونسول correct، ونقول له next. let num equal 10 وconsole.log num equal 10. دي قلناها في الفيديوهات اللي فاتت ان دي نعتبرها كسؤال: هل النم بيساوي 10؟ هنا الإجابة بيساوي 10، فهو هنا هيطبع لنا true. هنا بيطبع لنا في الكونسول ايه عشان نفهمها؟ بيقول لي هنا ادي الامر اهو console.log عرفناه. تمام. console.log اطبع لي هل النم بتساوي 10؟ الإجابة يعني true. طب لو كان كتب لي هل النم بتساوي 12 مثلا، هنا الإجابة هتبقى بديهيا ايه؟ false، ان هي بتساوي 10 مش اي رقم تاني. ونقول له next. if the value of the variable score is greater than or equal to 60 pass otherwise fail. يعني بيقول لي هنا هيطبع pass لو هي بأكبر من أو تساوي ل60، غير كده هيطبع لي fail. تمام. هنا عندنا السكور ب70 يعني هو عايز يطبع أصلا pass. تمام. يعني هنقول له السكور بأكبر من أو يساوي 60، وفعلا عندنا السكور بأكبر من 60 اللي هي عندنا 70، هيطبع لنا باس. جميل جدا. بيقول لنا هنا اختار البرنامج اللي بيقول لنا the value of the variable num is less than 20. تمام. سهلة جدا. ماث. هنا النم أصغر من 20 مش محتاجة حاجة يعني. والاختيار ده وندوس next. بيقول لنا declare the variable num and assign 100 to it أو 100 يعني. بيقول لنا if the variable num is equal to 100 output correct. if not يعني لو أي رقم تاني اللي هي else يعني بالبلدي كده miss is output. يبقى let num equal 100 if num لو هي فعلا بتساوي 100 equal 100 اطبع لي correct console.log
هي مش ب100 يطبع لي الآتي. نفتح له هنا الكيرلي براكتس على طول، لان احنا مش هنحط كونديشن بين البراكتس العادية، ونقول له console.log miss ونقول له next. نشوف السؤال السادس طالب مننا ايه. تمام، بيقول لنا اختار الاوتبوت اللي هيطلع من البرنامج الاتي. لو السكور بيساوي 100 اطبع لي بيرفكت سكور. جميل، تمام. السؤال ده جامد جدا وحلو قوي. بيقولك ان لو السكور بتساوي 100 اطبع لي بيرفكت سكور. تمام، الا لو هي اكبر من او تساوي 80 اطبع لي سو كلوز. ماشي، اركنها على جنب نكمل باقي الكود. هي فعلا اكبر من 80. السطر اللي بعده بيقول الا لو اكبر من 60 اطبع لي باس. عندنا في الاف كونديشنز عامه هو بيستنى اول كونديشن تطلع معاه ترو وخلاص يقفلها بقى. انت خلاص قلت له ان لو السكور بيساوي 100 وفعلا لو لقاها 100 خلاص هو مش محتاج يقرا الالس اف والالس والعك اللي انت هتكتبه بعد كده. هو محتاج يوصل بس للكونديشن الصح والباقي هرميه في الزباله. تمام. عندنا في اول اف قال لنا ان هي بتساوي 100 هتطلع معانا غلط، هي مش ب100. قلنا له لو هي اكبر من 80 خلاص هي فعلا اكبر من 80. ستوب بقى الكود لحد هنا، ارمي لي اخر السطر ده، مش عايزه، مش هيقراه اصلا. فكده هيقف عند الكونديشن اللي بيقول اكبر من او تساوي لل 80 اللي هي عندنا سو كلوز. تمام، ونقول له نيكست. السؤال الاخير بيقول لنا اعمل البرنامج الاتي او اكمل مكان النقط يعني. if the variable num هو اصغر من او حتى بيساوي 3 اطبع لي ايه. تمام، ده هو السطر ده نكتبها له هنا num اصغر من او بتساوي 3 اطبع لي ايه. تمام، لو مش اصغر من او حتى بتساوي 3 بس اكبر من او حتى بتساوي 6 اطبع لي بي، اللي هو هنا نقول له كده num اكبر من او بتساوي 6. if not ولا الحالة دي ولا الحالة دي اللي هو اصلا عندنا 4، فهو ولا اصغر من او حتى بيساوي 3 ولا اكبر من او حتى بيساوي 6. نقول له هنا else. جميل جدا، وهيطبع لي هنا السي. نخش في الشابتر التاسع ونشوف السؤال الاول. يقول لي اختار البرنامج اللي بيقول A و B. تمام، دي حاجة عندنا في لغات البرمجة كتير عامة، موجودة كتير في سي شارب وجافا سكريبت ولغات كتير اسمها لوجيكال اوبريتور، اللي هي بالعربي كده وحرف الواو العطف واو. انت لو عايز تقول مثلا في عندنا في مثلا في if condition عايز تقول ان if الكونديشن بتساوي كذا and condition تانية انت تحددها بقى، بدل ما تكتب له 2 if او if و else if، لا تكتبها في سطر واحد تقول له if condition A and condition B اطبع لي بقى الناتج ده. تمام، اللي هي عندنا هنا A and B بنكتبها double and اللي هو السيمبل ده A and B. حلو جدا، وندوس answer. عندنا هنا بقى البروجرام اللي بيساوي او اللي معناه A or B، اللي هو if الكونديشن A او ال B يطبع لي الكونسول.log الاتي. تمام، وهنعرفها اكتر في التطبيقات الجايه. عندنا الاور دي بنميزها بسيمبل اللي هو العمود ده بنكرره مرتين، بنعمل العمود ده مرتين كده معناها اور. جميل جدا، دوس انسر ونكست. اهو عمل لنا فاريبل واداله قيمه ب20 وقال لنا هنا لو الايج اصغر من او بيساوي لل18 او الايج دي اكبر من او بيساوي لل60 اطبع لي خصم 20% اوف. غير كده ولا الحالة دي ولا الحالة دي اطبع لي ريجولار برايس. تمام، نيجي نشوف 20 دي هل هي اصغر من او بتساوي لل80.
لا. تمام. طب هي اكبر من او بتساوي 60؟ طبعا لا. فكده هنلغي السطر ده كله ومش هيطبع لنا 20% اوف، بل هيطبع لنا regular price. جميل جدا. شوف السؤال الرابع بيقول لنا if the variable a is equal to 5 or b بيساوي 10 output condition met. زي ما اتفقنا هنكتبها كالآتي، تعالوا اوريك. if the variable a بندوس هنا نكتب a بتساوي 5 او b بتساوي 10 هيطبع لنا الآتي. يعني لو ال A بتساوي 5 خلاص يا سيدي الكونديشن صح وفل فل فل، وهيطبع لنا كونديشن من غير حتى مش هيحتاج اصلا يقرا البي كمان. بس لو كتبنا هنا مثلا اي رقم تاني هنا لقاها غلط فهيروح للكونديشن التانية. يعني من الاخر مادام في اور يبقى لازم واحدة بس على الاقل تبقى بترو او فعلا صح عشان يعمل البروسيس اللي جواه. غير اند لازم الاتنين يكونوا صح. هنا مادام دي يعني مادام واحدة بس فعلا صح هيبقى عليه كونديشن ميت عادي حتى لو الاولى غلط. اما بقى في الاند لازم الاتنين يبقوا ترو في الحالة دي كده. وندوس انسر ونكست. شوف اخر سؤال في الشابتر التاسع بيقول لنا ايه. بيقول لنا لو ال variable a is greater than or equal to 2 and b is greater than or equal to 3 اطبع لنا condition met. انا زي ما قلت لك في الاور لازم condition واحدة على الاقل. لو انت كاتب 3 4 20 مليون condition لازم واحدة على الاقل تبقى بترو او بصح، يعني عامة تبقى فعلا صح عشان يعمل بروسيس. اما في اند لازم كل اللي مكتوب فيهم اند يبقوا فعلا صح. اوريك دلوقتي بعينك. قال لنا هنا ايه؟ ال A اكبر من او بتساوي لل 2 and ال B اكبر من او بتساوي 3. جميل. لو جيت ادوس ران كود دلوقتي هيطبع لي كونديشن نت، لان فعلا ال A اكبر من ال 2 وكمان ال B اكبر من او بتساوي لل 3. طب لو جيت كده ايه اغير دي واخليها ب 7 مثلا، المفروض كده ايه لو دوست ران كود طبعها ليش ليه؟ مع ان في هنا واحدة صح. لا انا قايل لك هنا and مش كاتب لك اور بالعربي، يعني لازم الكونديشن دي تبقى صح وكمان الكونديشن دي and الاتنين. في اور لازم واحدة بس على الاقل، بكرر تاني لازم واحدة بس على الاقل تبقى هي اللي صح. اما في الاند كل اللي مكتوب فيهم كل اللي مكتوبين في الكونديشن يبقوا صح. يعني هنا ما طبعليش كونديشن ميت. تمام. طب لو رجعتها تاني اكبر من التو فعلا الكونديشن دي كده مشيت والكونديشن دي كمان مشيت. لو دوست ران كود طبعا الكونديشن ميت عادي جدا وندوس انسر. و5 من 5. تمام. بسم الله نخش في الشابتر العاشر. بيقول لنا اختار اول حاجة انت المفروض تكتبها اللي هتطبع كلمة قبل للكونسول 10 مرات. تمام. دي حاجة عندنا في البرمجة عامة اسمها الفور لوب. الفور لوب دي او اللوب عامة انت بتديله زي كونديشن كده برضو، نفس السنتكس بتاع الاف تتكتب بنفس الطريقة. تقول له فور وتديله الكونديشن وجنبها بعد الكونديشن تكتب البروسيس. بس هنا ايه بقى؟ هنا هيكرر الكود لعدد معين. تمام. بص بقى معايا وركز كويس جدا عشان تفهم الفور لوب او اللوب عامة بتشتغل ازاي. اولا زي ما قلت لك السنتكس بتاعها او طريقة كتابتها زي الاف كونديشن بالظبط. نكتب الفور ونحط
تو براكتس وبعديها تو كيرلي براكتس. تمام. اول حاجة هنا الفور بتاخد ستارت، بعديها كونديشن، بعديها اكشن. اول حاجة اللي هتعملها وهفهمك دلوقتي بالتفصيل. عندنا في ستارت دي احنا بنحدد او بنعمل متغير، بنقول له مثلا let I equal 0. المتغير ده وظيفته حاجتين. ايه بنت الصيعة صعران. الاي دي وظيفتها حاجتين، انها تعرفني البداية او اللي انا هحددها اللي هي بزيرو. ثانيا اني هستخدمها تاني في الاكشن، اني هزود عليها 1 او ازود عليها 2 او ايا كان اللي هعمله. فلما اجي ازود عليها تاني الفور لوب دي هتعيد من الاول. هفهمك تفصيل اتقل بس عليا. حددنا دلوقتي المتغير وقلنا له ان هو يبدأ من 0. تمام. الكونديشن هو قال لنا ان هو عايز يطبع ابد 10 مرات. حلو. نقول له بقى الاي اللي احنا حددناها اللي هي بتساوي 0 دي، نقول له اي اصغر من 10. ليه بقى اصغر من 10؟ لان عندنا العد في البرمجة اسمه اندكس، والعد في البرمجة اللي اسمه اندكس ده بيبدأ من 0. فاول حاجة هيبدأ من عند 0، بعديها من عند 1، تالت حاجة من عند 2، وهكذا لحد ما نوصل للعد العاشر هيقف عند 9 اللي هي اصغر من 10 مش بتساويها. احنا ما كتبناش اصغر من او بتساوي لل10، تفرق. لما قلنا اصغر من 10 يعني الاندكس هيوصل ل9 اللي هو العدد الفعلي اللي احنا بنعده بقى كده في الحياة بتاعتنا 10. تمام كده. قلنا ان هو اول ما يوصل لعند ال10 اصغر من 10 اللي هي عند 9 في الاندكس، يعمل بقى الاكشن المعين ده اللي هو نقول له هنا اي بلس بلس. يعني ايه اي بلس بلس؟ يعني بنقول له الاي يعني بنقول له الاي دي زود عليها 1 بكل سهولة كده وبكل اختصار. نفس المعنى بتاعت I equal I plus 1 هي. جميل. نقول له بقى هنا الاكشن بتاعنا عادي جدا console.log apple. نفهم بقى كده ايه اللي حصل خطوة خطوة. اول حاجة حددنا الاي اللي هيبدأ منها اللي هي ب0. تمام. بدأ يلف بقى العداد، بدأ يلف لقاها اصغر من ال10 لان هي لسه عند 0. جميل. زود عليها 1، زود عليها 1. استنى بعد ما يزود واحدة لحظة. بعد ما زودنا ال1 خلاص هيطبع console.log دي اللي هي ابل، طبعها اول مرة. جاي عد تاني بعد ما زود ال1 على الاي، هي كانت ب0 دلوقتي بقت بكام؟ بقت ب1، لسه اصغر من ال10. تمام. زود عليها 1 تاني واطبع لي ابل تالت مرة، هكذا لحد ما نوصل عند الرقم ان هو يبقى 9. الاي بقت ب9 اصغر من ال10. جميل جدا. زود لي عليها 1 واطبع لي ابل في الكونسول. جت بقى كده الاي بقت بكام؟ ب10. الاي اللي هي ب10 هل هي اصغر من ال10؟ طبعا لا. فمش هيزود عليها الاي بلس بلس، او مش هيزود عليها 1 او يزود عليها قيمة تانية، فمش هيطبع لنا console.log اللي هي ابل تاني. فهو كده طبعها عندنا 10 مرات. فهنا بقى هنقول الإجابة هتبقى ايه؟ هتبقى 4، إن هي اللي بتعمل اللوب اللي هيطبع لي الابل 10 مرات في الكونسول. ونقول له answer ونكست. هنا بيقول لي اختار البرنامج اللي بيزود 1 للفاريبل اي زي ما وريتها لك في الفري اديتور بتاع كوريو. قلت لك الاي بلس بلس هي الاي بلس 1. جميل جدا.
دوس انسر. بيقولك اختار الإجابة الصحيحة للبرنامج اللي بيكرر العملية المحددة 10 مرات. زي ما قلت لك بنكتب الفور ونفتح البراكتس ونعمل المتغير اللي اسمه اي، بنديله 0. بعديها بنديله الكونديشن ان هي اقل من 10. جميل. وبعديها بقى بنديله الاكشن اللي هو اي بلس بلس اللي هو الاختيار ده، ونقول له answer. next. output hello to the console 5 times. variable name is I and assign 0 at the beginning. تمام، يعني هو عايزنا نديله، هو اللي قال لي اهو اقول له ان الفاريبل I بتساوي 0. جميل. عايزني اطبع الهلو 5 مرات في الكونسول، يعني هقول له هنا الاي اصغر من 5، لان هو مادام بدأ من الزيرو يبقى هيعد 5 مرات من الزيرو اللي هي 0 1 2 3 و 4. اول ما يوصل عند الفور هو كده اصغر من الفايف، ينهي بقى اللوب دي او العملية اللي هيعملها، يعني نقول له اي بلس بلس. تمام، هو كتب لي كونسول لوج هالو، وهنا هيطبعها 5 مرات ونقول له answer. next. هو هنا بقى عايزني اطبع الهلو للكونسول 7 مرات، وبرضه اسمي الفاريبل باي واديله 0. جميل جدا. نقول له 4 ونفتح البراكتس ونديله الفاريبل اللي هو اي ونديله 0، ونقول له الاي اصغر من 7. جميل. ونقول له اي بلس بلس عشان يزود لي عليها 1. نفتح الكيرلي براكتس ونقول له console دوت لوج وهنا هلو، ونرن الكود وانسر. جميل جدا جدا. لحد هنا اكون حليت معاك الشابتر السابع والثامن والتاسع والعاشر، وان شاء الله القاكم في الفصول الجاية في الفيديوهات الجاية، واتمنى انكم تكونوا استفدتوا من فيديو النهارده ومن الفصول اللي شرحتها النهارده. وما تنسوش تشتركوا معانا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا لايك على الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.